مساء الهنا والسعادة. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الرقاق. طبعا الرقاق من الحاجات الجميلة اللي الناس كلها بتحبها. النهاردة ان شاء الله هعمله بطريقة حلوة جدا جدا، وفي معلقة صغيرة هنحطها هتخلي الرقاق بتاعنا تحفة بجد. شايفين قد ايه لونه جميل؟ شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ انا عايزة اقول لكم الطعم بجد خطير. بس قبل ما ابدا الفيديو حابه اشكر حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، بشكركم من كل قلبي، ربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش من بعض ان شاء الله. وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك، ما تحرمش منكم ابدا يا رب. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم هيطلع معانا مره وجميل جدا جدا. يلا في البدايه نقول بسم الله ونشوف هنبدا ازاي. انا اول حاجه هنا معايا 3-4 بصلات كده كبار، انا ضربهم في الكبه. لو البصل كبير هناخده 3، لو البصل صغير هناخده 4. وهنا حطيت شويه كده من الزيت وهفضل اقلب شويه كده، وبعد كده هنزل باللحمه. وهنا نزلت باللحمه طبعا، والحته دي ما اتصورتش. وبعد كده حطيت عليها معلقه من الملح، معلقه فلفل اسمر، هحط طبعا معلقه من البابريكا او معلقتين زي ما انتوا تحبوا. وبعد كده هقلب بقى كده شوية، وهحط ربع معلقة صغيرة من السكر. وبعد كده هغطي بقى اللحمة وهسيبها تستوى، يعني قلبت فيها كده تقلبتين علشان بقى البهارات اللي حطيناها تدخل كلها كده في اللحمة والبصل. وهنا اللحمة انا استعملت نص كيلو من اللحمة المفرومة. وطبعا سلقت بقى هنا اللحمة زي ما انتوا شايفين كده، اللهم بارك ما شاء الله جميلة جدا ما شاء الله. استوت كمان اللحمة. انا طبعا كنت حطاها قبل ما اعمل اي حاجة علشان اخد شوية كده من الشوربة. وهجيب بقى هنا صاج كده اللي انا هعمل فيه. طبعا الصاج مدهون مادة دهنية. ومعايا هنا الشوربة حطاها في صاج تاني، وحطيت عليه معلقتين كده من السمنة، يعني معلقتين كبار من السمنة في قلب الشوربة، هتدي طعم برضو، هتخلي الرقاق بتاعنا مورق وجميل. ولحد دلوقتي احنا محطينوش المعلقة اللي احنا هنحطها. اول حاجة بقى معايا هنا الرقاق، والرقاق انا عديته لقيته طلع الكيلو 26 واحدة. انا هنا هعمل صاج كبير زي ما انتوا شايفين كده. انا هاخد بقى 13 واحدة من الرقاق هحطها من تحت زي ما انتوا هتشوفوا معايا. وبعد كده هنحط اللحمة، وبعد كده هنجيب بقية ال13 التانيين وهنحطهم، يعني ال26 او ال25 رقاقة هنلاقوهم احنا هنقسموهم بالظبط، نص تحت ونص فوق، واللحمة طبعا في النص. وزي ما انتوا شايفين معايا انا بعمل هنا بقى كده الرقاق ببله بلة بسيطة خالص، وبحطه في قلب الصاج بالمنظر ده. عايزة اقول لكم الرقاق طلع جميل جدا جدا، اللهم بارك تحفة. وهنا عندي بقى اللحمة كده، شايفين لونها عامل ازاي؟ ما شاء الله جميلة جدا. انا هنا كده هفردها بقى كده في قلب الصاج كله. وهنا بقى هجيب كده الرقاق اللي فاضل وهقفل بيه كده بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى حطيت كده كوباية من الشوربة وفيها معلقتين من السمنة او الزبدة. وبعد كده معايا هي دي المعلقة الصغيرة اللي احنا محتاجين ان احنا نحطها النهاردة على الرقاق، هيدينا نتيجة تحفة. وهي معلقة بيكنج باودر صغيرة هتدينا دلوقتي فوران زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. هتخلي الرقاق بتاعنا تحفة. الرقاق هيطلع طري، هيطلع مورق، هيطلع طعمه جميل جدا جدا. انا عايزه اقول الشوربه كانت سخنه جدا جدا. انا حاولت ان انا اعمل بمعلقه بس بجد ما قدرتش ان انا امسك الطبق، فقلت لا انا هقلب بالطبق كده زي ما انتوا شايفين. هسيب بس الرقاق يا دوبك مفيش اقل من دقيقه، وبعد كده هنقطع الرقاق قبل ما يدخل الفرن. وهنا ما شاء الله كنت عامله صاج كبير كده. انا عايزه اقول لكم الصاج ده ما شاء الله حجمه كبير وجميل جدا جدا، لاني انا اليوم ده كان عندي ناس، فطبعا هو الرقاق بس اللي انا صورته معاكم. انا كنت عامله اكل تاني طبعا بس انا ما صورتهوش، هو اللي صورته هو الرقاق بس، لاني ما رضيتش بقى اطول الفيديو، قلت لا اخليها رقاق بس زي ما انتوا شايفين. انا هنا بقطعه، والله كمان عجبهم جدا جدا ما شاء الله، طلع جميل جدا جدا، طعمه بجد طلع تحفة، طلع طري كده ومورق، يعني كان عاجبهم جدا. الحمد لله الحمد لله، يعني من فضل ربنا علينا ان احنا الحمد لله اي حاجة بنعملها بتعجب الحمد لله كل اللي بياكلها. وهنا هقطعها كده بالمنظر ده. وهنا بعد ما قطعت الرقاق كان معايا زبدة مسيحاها،
وهدهن بقى كده الوجه بتاع الصاج بالمنظر دوت. يعني هندهن الرقاق بتاعنا كده بالمنظر ده. وهنا انا مولعه الفرن على درجه حراره 180. اول ما بلاقيه من تحت بدأ ان هو يحمر ويجيب لون حلو، بولع له الشوايه على طول بالمنظر دوت. انا حبيت اديكم لقطه كده وهو في الفرن. شايفين ما شاء الله اللهم بارك عامل ازاي. اول ما طلع من الفرن غطيته على طول بفوطه علشان بقى يعرق كده ويطرى، وطلع معانا اللهم بارك جميل جدا جدا. ما شاء الله الريحه قلب الدنيا بجد، ما شاء الله جميل جدا جدا. انا عايزه اقول لكم هنا ان انا كنت محضره السفره وكان فاضل بس هو الرقاق علشان اصوره، وبسم الله ما شاء الله طلع جميل جدا جدا. طبعا انا حطيت بس هنا طبقين كده، لكن ما شاء الله اللهم بارك الصاج كان لسه فيه كتير. يعني ما شاء الله عملت طبقين تاني. ما شاء الله طلع جميل جدا جدا، طلع خفيف طلع طري. يعني بجد بجد اللي كلوه عجبهم جدا جدا وقالوا لي بجد طعمه تحفه. الطريقه بسيطه جدا وسهله، وزي ما انتم شايفين عملناه بطريقه بسيطه جدا والنتيجه بجد تحفه جدا. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.